أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال حديثنا في علوم القرآن الكريم، وهذه الحلقة الخامسة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينورنا بنور العلم ويجعله إن شاء الله طريقا لهدانا في الدنيا، ويكون شفيعا لنا في الآخرة. وكما عودناكم أحبتي، نقرأ لكم رواية أو روايتين قبل أن ندخل في موضوع البحث. طبعا نقرأ في فضل القرآن في الرواية في كتاب الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحق الناس بالتخشع في السر والعلانية الحامل القرآن. حامل يعني علوم القرآن، أخلاق القرآن، قيم الأخلاق. قال: وإن حق الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم الحامل للقرآن. ثم نادى بأعلى صوته النبي، ماذا قال؟ يا حامل القرآن تواضع به يرفعك الله، ولا تعزز به فيذلك. يا حامل القرآن تزين به، لله يزينك الله به، ولا تزين به للناس فيشينك الله به. من ختم القرآن فإنما أدرجت النبوة بين جنبيه، يعني تدرج تمشي النبوة بين جنبيه. بعد: ولكنه لا يوحى إليه، يأخذ مقام النبوة ولكن ما إلى وحي. بعد: ومن جمع القرآن فناوله لا يجهل من يجهل عليه، ولا يغضب في من يغضب عليه، ولا يحد في من يحده، ولكنه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم. التعظيم للقرآن: ومن أوتي القرآن فظن إن أحدا من الناس أوتي أفضل مما أوتي، يعني لا صاحب مال ولا منصب ولا جاه، مو مثل منصب القرآن. قال: ومن أوتي فضل القرآن فضل القرآن فظن أحدا من الناس أوتي أفضل مما أوتي، فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. يعني هذا المقام الرفيع للإنسان الذي يأخذه مولانا من عظمة القرآن. الآن إن شاء الله نأتي إلى بحثنا، جزاكم الله خير الجزاء. طبعا بعد أن فرغنا من تعريف القرآن وشرحنا مفردات التعريف، وقلنا هناك قيود احترازية لمن أراد أن يراجع المقطع الرابع. الآن سؤال، وهو: من الذي دون القرآن الكريم؟ يعني القرآن الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الذي كتبه للنبي؟ هل النبي كتبه؟ هل النبي كان يقرأ ويكتب أو لا؟ راح يجينا. أم هناك كتاب رسميون يكتبون القرآن الوحي للنبي، أي يدونونه، التدوين يعني الكتابة. زين. من الذي كتب القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: عندما نزلت آيات القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كتبها؟ قال: الذين يكتبون الوحي أي يسجلونه. لاحظ، هناك كتاب رسميون وهناك كتاب ليس برسميين.
هذول عابرين، يعني عندما تصادف آية تنزل بمكة بالطريق يكتبونها. أما هناك كتاب رسميون زيد وأبي بن كعب وثابت وعلي بن أبي طالب عليه السلام، وأفضلهم علي بن أبي طالب الإمام العظيم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: الذين يتابعون النبي أينما ذهب. من هم هؤلاء الأربعة اللي قرأناهم؟ الذين يتابعون النبي أينما ذهب وأينما نزل عليه الوحي، سواء بالطريق أو في مكة أو في المدينة، فإذا صادفهم نزول الآية في مسجد مثلا أو غيرها، فشنو مولانا يسجلون ويدونون هذه الآية. وأفضلهم علي أمير المؤمنين عليه السلام، كان مرافقا لأمير المؤمنين في مكة والمدينة. سؤال: إذا كان علي بن أبي طالب غائب يوم من الأيام، فكيف يدون الآية ويسجلها؟ يقول: عندما يأتي يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكتب الآية ويحفظها من بعد أن يشرحها له أمير المؤمنين عليه السلام. زين. كيف كان علي بن أبي طالب أفضلهم؟ وهم زيد ومولانا، هم زيد وثابت وأبي. كان أفضلهم علي بن أبي طالب مولانا لأنه كان مرافقا. زين. بعد هسه بعضهم يقول إن معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي. هسه هذه طبعا معاوية كتب له آية أو آيتين، هذا هو ما يجعله خال المؤمنين وكاتب الوحي. الآن سؤال أحبتي: لماذا لا يكتب الوحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا هل كان يقرأ ويكتب النبي أو لا؟ زين. الجواب على ذلك مولانا، نقول أولا: هل كان النبي يقرأ ويكتب أو لا؟ زين. هناك طبعا آراء، وراح يجينا إشكال: هل عدم الكتابة والقراءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعد نقصا أو لو ما تعد نقص؟ ومن الذي يعوضها؟ ولماذا هو الإنسان يكتب ويقرأ؟ إن شاء الله يأتينا. زين. هناك رأي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ ولا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب. شنو الدليل؟ الدليل قوله تعالى في سورة العنكبوت الآية 48: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كنت تتلو من كتاب من قبله ولا كنت تخطه بيمينك. القرآن يقول له أنت من قبل ما كنت لا تتلو كتاب، لا تقرأ، وما كنت تخطه بيمينك، فأنت لا تقرأ ولا تكتب. الآية 48 سورة العنكبوت. زين. هذا ليش ما يقرأ ويكتب؟ طبعا هذا ليس نقص، وإنما هذا من باب حتى يثبت إعجاز القرآن الكريم مولانا. لأن لو كان يقرأ ويكتب قالوا جاء به رسول الله من عنده، هو كتب القرآن وجابه. أما إنه صلى الله عليه وآله وسلم جعله لا يقرأ ولا يكتب، وشهد له: وما كنت تتلو من كتاب من قبله ولا كنت تخطه بيمينك، حتى شني يثبت إعجاز القرآن، إنه هذا الرجل رغم لا يقرأ ولا يكتب جاء بقرآن عظيم. والقرآن تحداهم أن يأتون بسورة ب10 آيات بآية، ما جاءوا، رغم ما هم كانوا بلغاء فصحاء أصحاب المعلقات ال7، ولكن ما جاءوا. وهذا الرجل الأمي جاء. هذا مولانا رأي. وهناك رأي لا، هو يقرأ ويكتب ليس أمي، بدليل. شنو الدليل؟ نحن أبناء الدليل.
بدليل كان يكتب رسائلا وكتبا إلى الملوك، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى الروم. فإذا هناك فرق، لا يقرأ ولا يكتب، وبين هناك يقرأ ويكتب ولكن لا يريد الكتابة، لا يريد القراءة، هو يقرأ ويكتب ولكن لا يريدها. سؤال: هل إن عدم القراءة أو إشكال، هل إن عدم القراءة وعدم الكتابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نقص فيه أم غير نقص؟ عيب فيه أم غير عيب؟ الجواب على ذلك ليس بعيب وليس بنقص. كيف شيخنا تقول لي ليس بنقص وليس بعيب؟ زين، أقول لك هو الإنسان لما يتعلم القراءة والكتابة شنو الهدف من وراء ذلك؟ الهدف مولانا حتى يعلم الأشياء، يطلع على الأشياء. لكن إذا كان هو عالما، إذا كان هو حاضرا عنده، إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت بالأخبار والروايات إن علم النبي حضوري وليس حصولي. يعني شلون؟ يعني يحتاج يروح الأول ابتدائي والثاني والمتوسطة والإعدادية والكلية؟ لا، علمه حضوري. لاحظ، يعني الله عز وجل يقذف العلم في قلبه قذفا، يوحي إليه. لاحظ، إذا أراد أن يعلم شيء فعلمه. فإذا علم النبي، ولذلك ورد في الأخبار كان يعلم النبي بالعلم الحضوري، كان يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الأمور حاضرة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد النبي مولانا ما يحتاج إلى القراءة ولا يحتاج إلى الكتابة، فليس بنقص لما نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ ولا يكتب. لا تنسوني ووالدي من الدعاء. شاركوا هذا المقطع، وإذا كان عندكم برنامج تيك توك فعلوا حركة الإكسبلاور إن شاء الله حتى يصل المقطع إلى أكثر شيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وصل اللهم على محمد وآل محمد.